لا يوجد حظر رسمي أو إعلان من أمير السعودية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشأن عدم حضوره قمة بغداد التي تعقد في 17 من مايو 2025. ومع ذلك تشير التقارير الإخبارية إلى أن الأمير محمد بن سلمان لم يحضر القمة، وأن وفد المملكة العربية السعودية يرأسه وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير. أما عن أسباب عدم حضور الأمير فليس هناك تأكيد رسمي، لكن بعض التحليلات والتكهنات تشير إلى عدة احتمالات محتملة. جدول الأعمال والالتزامات: قد يكون لدى ولي العهد التزامات أخرى تزامنت مع موعد القمة. مستوى التمثيل: قد ترى المملكة أن مستوى التمثيل بوزير الخارجية مناسب لهذه القمة بالذات. العلاقات الثنائية: على الرغم من التحسن الملحوظ في العلاقات السعودية العراقية في السنوات الأخيرة، قد تكون هناك بعض الحساسيات أو الأولويات التي أثرت على مستوى التمثيل. وقضايا إقليمية: قد تكون هناك قضايا إقليمية معينة تفضل المملكة التعامل معها عبر قنوات أخرى في الوقت الحالي. من المهم التأكيد على أن هذه مجرد احتمالات وتكهنات بناء على المعلومات المتاحة في التقارير الإخبارية. لا يوجد بيان رسمي من الجانب السعودي يوضح سبب عدم حضور الأمير محمد بن سلمان للقمة